أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله قبل أي ابتداء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اوحي الله الى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به. يا حبيبي يا محمد، حملة القرآن هم اهلي، جعلتهم بينكم في الدنيا اكراما لاهلها، ولولا قول القرآن محفوظا في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا حبيبي يا محمد، تأمر امتك ان يكرموهم ولا يغضبوهم، فان غضبي يشتد على من يغضبهم. واذا مات حامل القرآن بكت عليه سماواتي وارضي وملائكتي، ويوم القيامة يقول الله لملائكته اين جيراني، فنقول من ينبغي له ان يجاوروه؟ قال اين قراء القرآن، اين حملة القرآن؟ صدقت يا خير الانام. وتقول امنة فلما حملت به فكان من داخل الاحشاء يناديني، وليلة الوضع نزلت ملائكة من السماء تهنيني، قالوا يا بنت وهب والله ما حملت انثى ولا وضعت، محمد اهدى النبيين، والله ما حملت انثى ولا وضعت، محمد في مكارم الاخلاق والدين. زاد النور حينما ذكرت محمدا، وذهب الظلام والشرك تبددا. صلى عليك الاله علم الهدى، ما طار طائر في السماء وغردا، لما لا والكون من نور الحبيب تنورا، اعلم بمقدمي احمد روح الورى، بحر بساحله النبيون العلا وقفوا باهتين حيارى بلا مرى. صلاة وسلاما عليك حبيب سيدي يا رسول الله. يا الاخوة المؤمنون، جينا مشاركين الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة، فقيدة عائلات دويدار والرزاز المغفور لها باذن الله، الحاجة صفاء احمد الرزاز، حرم المرحوم باذن الله استاذ فوزي المغربي دويدار، والدة الاستاذ محمد فوزي المغربي دويدار، استاذ معتز فوزي المغربي دويدار، شقيقة عم الحاج سيد الرزاز وعم الحاج الشحات الرزاز، ومع الاسرة الكريمة وكل عموم عائلات بصاد كريم الدين عمد ومشايخ القرى المجاورة والبلاد المجاورة واجب العزاء. يا مصر قومي واسمعي القرآن، فإن ليالي دويدار والرزاز تزلزل الودان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي، هيا بنا لسماع القرآن جددوا الإيمان. ختامه مسك الختام آيات بينات يتلو علينا، بلبل وكروان الوطن العربي والقرآن الذي أمتعنا وأمتع القلوب في فجر هذا اليوم بصوته العذب فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي بمحافظة المنوفية. ندعو له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بلى وهو الخلاق العليم بلى
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. بسم الله فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قل صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ فجر اليوم
فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية. كما استمعنا الى الداعية الاسلامية فضيلة الشيخ عثمان خطاب والمقيم بمحافظة الشرقية. ونقلت هذه التلاوة من داخل الهندسة الصوتية اذاعات القرآن الكريم مؤسسة العالمية لأعمال الصوتيات أولاد الحاج مصطفى الشافعي، إدارة المهندس محمد مصطفى الأنبور وأخواته، إذاعات مصطفى كريم الدين ومية سلسيل تابع الهندسة الكهربائية الكبرى، أضخم محطات الديزل الحديثة، أحدث المفروشات الحديثة، كل هذا وذاك تحت إدارة المهندس هادي سلام الصغير مقيم بقرية مصطفى كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية. عميد الخدمات الفندقية المتميزة اولاد ابو الحسن للخدمات الفندقية إدارة الاستاذ محمد والاستاذ احمد ابو الحسن، وكمان بكفر ابو ناصر مركز دكرنس دقهلية. مصور الحفلات الدينية وعملاق التصوير العالمي مهندس امير ابراهيم الديال، ومنسق العام للحفلات الدينية وليالي القرآن الكريم مهندس امير الديال. اسرة فقيدة عائلات دويدار والرصاص المغفور لها باذن الله حاجة صفاء احمد الرصاص حرم المرحوم باذن الله، استاذ فوزي المغربي دويدار، والدة الاستاذ محمد فوزي، استاذ معتز فوزي مغربي دويدار، وشقيقة عم الحاج سيد الرزاز بالحاج الشحات الرزاز، وعمة الاستاذ معتز السيد الرزاز واخوته، وكل عائلات مصطفى كريم الدين عمد ومشايخ القرى المجاورة والبلاد المجاورة يتقدمون بخالص الشكر الى كل من اتى فردا ليؤدي واجب العزاء. يا سادة نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.